أظهرت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تضمنت تصريحاته المعايير التي على أساسها تم اختيار الدول الست الجديدة لمجموعة بريكس بلس، وهي التصريحات التي لم تعجب كثيرا من الجزائريين، خاصة وأنها تتناقض مع مبادئ ومواقف القيادة الجزائرية على صعيد القضايا الدولية الراهنة، حيث حافظت الجزائر على صلابة وثبات مواقفها رغم الضغوطات الغربية عكس بعض الدول التي انضمت حديثا لبريكس للأسف الشديد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن معايير توسيع مجموعة بريكس تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية، وهي نفس المعايير الموجودة في الجزائر ذات الوزن الدبلوماسي والسياسي والموقف المتزن والهيبة الدولية نحو القضايا الدولية. وأضاف أن النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة لم تخلو من مشاكل، لكن بشكل عام كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد، وهي القرائن التي تدل عن وجود انقسام حاد بين المؤسسين لبريكس حول ضم أعضاء جدد كلا وفقا رؤيته ومواقفه الدولية. وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة، وهي التصريحات التي تتناقض مع ما هي عليه الجزائر الآن من خلال أفكارها الدولية ووزنها وحجمها الدبلوماسي والسياسي، وكذلك حجم اقتصادها وتوازنه عكس دول تعاني من المديونية والتبعية للغرب بمختلف مؤسساته وهيئاته على غرار إثيوبيا مصر والأرجنتين. وفي أول رد رسمي من الجزائر أكد المبعوث الخاص من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من جوهانسبورغ وزير المالية أن الجزائر كانت على علم مسبق بانضمام تلك الدول لمجموعة بريكس، في حين تبقى حظوظ الجزائر قائمة خلال قمة روسيا المقبلة، حيث أجمع الكثير من المراقبين أن انضمام الجزائر لبريكس مسألة وقت فقط وسيكون استثنائيا للغاية.